السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنيكم بالعيد السعيد، نهني جلالة الملك وولي العهد وشعب البحرين الوفي، وكل عام وأنتم بخير بالصحة والعافية إن شاء الله. حياكم الله في هذا اللقاء السنوي اللي نسويه لقاء العيد، وحياكم الله ونتشرف فيكم، وكل عام وأنتم بخير بالصحة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بهذه المناسبة الكريمة، مناسبة عيد الأضحى المبارك، يسرني أن أتقدم بأسمايات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب الجلالة الملك المعظم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر، وإلى الشعب البحريني كافة. وكذلك أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مجلس أخي وصديقي العزيز أيوب المناعي، اللي عودنا دائما في كل الأعياد وفي كل المناسبات إلى فتح قلبه قبل لا يفتح مجلسه في جمع شعب البحرين كامل، وليس أهالي مدينة عيسى فقط، إنما يجمع جميع أطياف الشعب البحريني في هذا المجلس العامر. اللهم اجعله مجلس عامر بهلا ورواده بهذه المناسبة. الله يعيدها إن شاء الله علينا بالخير واليمن والبركات على البحرين، والبحرين دائما في رخاء وسعادة وخير إن شاء الله، والحمد لله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. والله اليوم تشرفنا في هذا اليوم المبارك بحضور مجلس أيوب المناعي، وتشرفنا يعني شوف الوجوه الطيبة، إخواننا من المحرق، من أهلنا وربعنا وعزوتنا. شرفنا اليوم يوم العيد الأضحى. طبعا هذا يوم عظيم، يوم فيه الحجاج إن شاء الله أدوا مناسكهم، وإحنا نحتفل معاهم في هذه المناسبة. شرفنا اليوم حضور، يعني شفنا الوجوه الطيبة، الإخوان الجماعة كلهم هني. هذه شرف إن شاء الله الأعياد هذه تتكرر، وهالمناسبات وهالمجالس هذه دائما إن شاء الله عقب الجائحة الكورونا. الحمد لله الأمور طيبة صارت، وإحنا اليوم أنا خصصت اليوم قلت لازم أحضر مجلس أخونا أيوب المناعي ونشوف إخواننا يعني وربعنا، وإن شاء الله كل المناسبات نحضرها في هذه المناسبة. مشكورين، جزاكم الله خير. احنا اليوم حقيقة في صالة جامع سبيكة الأنصاري، الكل فرحان ومستانس بهذا اللقاء الأخوي الاجتماعي اللي يعني ينظم مجلس أيوب المناعي بمدينة عيسى سنويا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ليلتقي في أصحاب المجالس وروادها والمهنئين من كافة محافظات مملكة البحرين الغالية. واحنا اليوم حقيقة مع اخواننا رواد مجلس المرحوم ابراهيم جوزيف المحرق تشرفنا بالمشاركة في هذا اللقاء الناجح، ومستمتعين وسط أجواء حقيقة مليئة بالحب وبالتحابين فيما بيننا. حقيقة يعني مبادرة سنوية طيبة من مجلس أيوب المناعي. نتوجه بالشكر إلى صاحب المجلس أخونا أبو يوسف، وإلى القائمين على هذا اللقاء الطيب، وإلى جميع الأخوة الحضور من كافة محافظات مناطق مملكة البحرين الغالية، وكل عام والجميع بخير ومن فوز سعيد إن شاء الله، وشكرا. الرحمن الرحيم. اليوم تجمعنا عند مجلس أيوب المناعي بدعوة منا كريمة لعيد الأضحى المبارك. الحمد لله اعتدنا كل سنة الحمد لله في العيدين أن التجمع في هالصالة طيبة للالتقاء بالأحباب والأصحاب الحمد لله، ونعيد بالأشخاص اللي يمكن ما شفناهم برا اليوم. وهذا التجمع اعتاد عليه المجلس كل سنة، وإن شاء الله هذه الأمور يعني الحمد لله مجلس أيوب عودنا عليها. احنا بالنسبة لنا اعتدنا ان دائما نتجمع في هذا اليوم. يمكن هذا اليوم مميز فيه ان من جميع محافظات محرق يكونوا موجودين، وهاي يسهل علينا الحمد لله روحاتنا الى
اكثر ميالس، لان اغلب رواد الميالس موجودين ان شاء الله في هذه التجمع الطيب. وعساكم العواد تعودون السنه وكل سنه ان شاء الله، وان شاء الله نشوفكم ان شاء الله السنه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا صراحة سعيد أن ألتقي بهالوجوه الجميلة ذي اللي كل سنة نلتقي في هذا المكان الرائع. أيوب المناعي رجل يجاهد ويقوم بأعمال خيرية كثيرة، ويجمعنا دائما ثالث العيد، وهالمرة صار بالصدفة أنه رابع العيد. أتمنى له التوفيق إن شاء الله، وأنا أتشرف بحضوركم جميعا. يا رب يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت أحيي إخواننا والحضور الموجود اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الله يعيد علينا إن شاء الله سنين مديدة. كل الشكر والتقدير لجميع المساهمين والمشاركين والمنسقين في هذه الفعالية اللي استمرت الحين تقريبا حول 6 سنوات في عيد الأضحى وعيد الفطر، اللي تجمع فيها إخواننا من كل مكان في البحرين. لقاء محبة وأخوية اللي دائما تعودنا عليه فينا كبحرينيين. كل الشكر والتقدير لكم أنتم كمصورين وإعلاميين، الله يعطيكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، نشكر الأخوة أهل البحرين على هالاجتماع الطيب بالعيد المبارك، ونتمنى من الله القدير أن يديم الخير على هالبلد الكريم في ظل جلالة الملك وولي عهده والأسرة الحاكمة، وإلى الشعب البحريني الكريم.
هلا تباشر السعد والكل فينا مستعد ما مثل هالفرحة أبد الخير من ربي كبير